أي مؤجر ما يقدرش ينفذ الحكم بتاعه ده. ليه؟ لو مؤجر رفع على حضرتك قضية وخد حكم إخلاء أو طرد المستأجر لأي سبب، ما يقدرش ينفذ الحكم بتاعه ده. ليه؟ لازم شروط. أولا لازم يقدم للجهة اللي هتنفذ له الحكم مستندات الملكية الخاصة بالأرض، يعني لو الأرض دي وضع يد في مشكلة عنده، والمستندات الخاصة بالعقار، ويثبت هو مين. أي مؤجر حتى لو خد حكم من المحكمة مش هيقدر ينفذه إلا ب3 شروط. الشرط الأولاني يقدم مستندات الملكية فيما يخص الأرض والعقار. الشرط الثاني جهة التنفيذ هتبعت للمرافق تتأكد الحكم ده طالع باسم فلان، فعلا فلان ده اللي مقيم في العين، ولا هو المؤجر واخد حكم واحد تاني مش مقيم في العين. يعني جهة التنفيذ بتروح تسأل المرافق مين اللي قاعد في العين، بيانات اللي قاعد في العين ايه، علشان ما يبقاش المؤجر رافع قضية على حد باسم حد وهمي وياخد حكم وهمي، وبعدين يكون اللي قاعد في العين ده واحد تاني خالص. الحكم ده خاص بالمواطن ده اللي قاعد جوه، ولا ده حكم مش خاص بيه. الحاجة الثالثة جهة التنفيذ اللي هتنفذ حكم الطرد هتبعت لنيابة محكمة الأسرة تتأكد ان مفيش تمكين على الشقة دي. دول ال3 حاجات اللي هيعرقلوا موضوع اي مؤجر يحاول يطرد المستأجر حتى لو خد حكم محكمة.